إن ربك العظيم يقول: إذا أمرضت عبدي وحبسته في جلده فأثنى علي وحمدني فإن له علي إن أنا قبضته في مرضه ذاك أن لا يدخل النار، وإن أنا شفيته أن أبدله جلدا خيرا من جلده. إذا حمدني وأثنى علي أن أبدله جلدا خيرا من جلده، ولحما خيرا من لحمه، وعصبا خيرا من عصبه، ودما خيرا من دمه، وعافية خيرا من عافيته. وله علي أن ما كان يصنعه صحيحا من صلاة وجهاد وصلة رحم وحج وعمرة أن يكتب له ذلك تماما كما كان يصنع. يا أيها المريض، الدعاء بوابة الخيرات، فلا تغفل عن الدعاء. إن أقرب الناس إليك سينساك، والذي معك لا ينساك هو الله، يرقب ما يكون منك. أقبل عليه بالدعاء. ضع يدك على المكان الذي يألمك من جسدك وقل 3 مرات بسم الله. ترفع يدك وتضعها بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجده من الأوجاع وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد من الأوجاع وأحاذر 7 مرات. يكفيك الله مرضك. والله ثم والله ما قال عبد في مرضه لا إله إلا الله والله أكبر. اسمع يا من تلجأ للتوحيد، ما قال عبد في مرضه لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا قال الله صدق عبدي. إن مات في مرضه هذا لا تطعمه النار أبدا. تعلم كيف كان يدعو نبيك صلى الله عليه وسلم. قل اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إن ربك عند ظنك أنت به. لا تتهمه في قضائه واستسلم له، وألق بنفسك على الأقدار، وكن على سنة يعقوب عليه السلام. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هكذا كن. ما أجمل ما أسنده ابن الجوزي في كتابه التبصرة. روى عن الأوزاعي، وهذه الحكاية رواها غير ابن الجوزي كابن حبان بإسناد أتم وسياق أطول. يقول الأوزاعي: إن رجلا من المرابطين في عريش مصر خرج يمشي يوما فمر بين كثبان الرمل فسمع صوت رجل يقول: الحمد لله على ما أنعم وتفضل، الحمد لله، اللهم ارزقني وأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وفضلتني بها على كثير من عبادك الصالحين. قال الرجل: فتتبعت الصوت فإذا هو رجل تحت مظلة ذهبت يداه ورجلاه وعيناه، ما له جارحة ينتفع بها إلا اللسان. فقلت: والله لأنظرن أهو علم علمه أم إلهام ألهمه؟ فقلت: يا فلان، على أي شيء تحمد الله؟ والله ما أرى عليك من نعمة. فغضب وقال: أف أف، والله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني، والجبال فدكدكتني، والبحار فغرقتني، ما ازددت له إلا حمدا. أليس أصبح وأمسي على الإسلام وقذف في قلبي عنه الرضا؟